السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن موضوع قانون المحال العامة. قانون المحال العامة القانون رقم 154 لسنة 2019، والصادر لائحته التنفيذية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء سنة 2020، واللي تم تفعيله سنة 2022 بتاريخ 11/12/2022. طيب القانون ده بيخاطب مين؟ يعني هو بيطبق على مين؟ يطبق على جميع المحال العامة. ايه هي المحال العامة؟ يعني الناس اللي فاتحة محلات بتبيع سلع، سواء كانت سلع غذائية زي السوبر ماركت ومحلات البقالة، او حتى سلع غير غذائية زي محلات الملابس، او كمان مقدم الخدمة زي الفنادق والبنسيونات، وكذلك عندنا اصحاب الحرف زي محلات صيانة السيارات وورش الحدادة. طيب القانون ما يطبقش على مين؟ لا يطبق على الصيادلة، ولا يطبق على المحامين، ولا يطبق على الأطباء. ليه؟ لأن دولت لهم قوانين خاصة بيهم في القانون المصري. طيب بالنسبة لقانون المحال العامة، القانون ده عندنا بينظم لينا حوالي 316 نشاط على مستوى جمهورية مصر العربية. حوالي 5 مليون ناس، حوالي 5 مليون شخص يعني أصحاب أنشطة على مستوى الجمهورية. القانون بينظم هذا أو هذه الأنشطة. طيب بالنسبة لقانون المحال العام، بيرى إن الناس على فئتين، يا إما شخص فاتح نشاط أو شخص لسه هيفتح نشاط. الشخص اللي فاتح نشاط إما يكون في الأساس هو مرخص، وإما يكون غير مرخص. بالنسبة للشخص اللي هو فاتح نشاط ومرخص، واجب عليه إنه يقدم على الرخصة خلال مدة وهي 2 من تاريخ تفعيل ذلك القانون، يعني من يوم 11/12 مع لمدة 2 يقدم على الرخصة. ده بالنسبة للناس اللي هي فاتحة النشاط ومرخصة، يعني ليها إن هي تجدد الرخصة ديت. والميزة في القانون دوت إن هو لما يطلع الرخصة بموجب القانون الجديد هتبقى رخصة دائمة، مش هتبقى مؤقتة ما تتجددش كل سنة. طيب بالنسبة للناس اللي هي فاتحة النشاط ولكن هي غير مرخصة، ده طبعا على نوعين. في شخص مش عايز يرخص، يعني هو نيته ما عندهاش نية خالص ان هو يرخص، وده طبعا معاه لمدة سنة. ازاي يعني؟ يعني القانون بدأ تفعيله 11/12، خلال سنة لو تم ضبطه في الحالة من ديت، يعني بعد مرور سنة من يوم تفعيل القانون، لو تم ضبطه وهو مش مرخص، لأنه هو أساسا ما كانش مرخص وما عندوش أي نية خالص إن هو يرخص وما بدأش في إجراءات الترخيص، في الحالة من ديت هيكون العقاب بتاعه هو غرامة مالية تقدر من 20,000 ل50,000 جنيه. في حالة العودة مرة تانية هيبقى ضعف مضاعفة الغرامة، وكمان الحبس من 6 شهور لسنة. ده غير كمان إن المحل هيتغلق تماما وتبقى مصروفات الغلق عليه كمان. في ناس تانية هي عايزة، هي فاتحة النشاط ولكن عايزة ترخص، يعني ليها نية إن هي ترخص، بس بتقابلها مشكلات. يعني إيه هي المشكلات؟ ممكن تكون العقار نفسه اللي فيه المحل هو مخالف، بالتالي هيرخص إزاي دلوقتي؟ أو إن هو الحاجة اللي بيمارسها غير مناسبة في المكان اللي فيه، بالتالي ده يقدر يستفيد بقانون التصالح. وطبعا احنا عارفين ان الحاجة دي هتاخد فترة، يعني هتاخد وقت، ممكن تبقى سنة، ممكن يبقى 2. طب ما انت قلت لي هو معاه 2 بالنسبة للي مرخص، طب بالنسبة للي مش مرخص ايه اللي هيحصل معاه؟ يبدأ في عملية ترخيص العقار نفسه بان هو يستفيد بقانون التصالح، ووقتها يقدم الرخصة بتاعة المحل، يقدم على الرخصة يعني يطلب عليها. هيصدر له رخصة لمدة 5 سنين يجددها بشكل سنوي، يعني رخصة مؤقتة لغاية ما يحسن أوضاعه والعقار نفسه يترخص، وبعدين تطلع له رخصة المحل. طيب بالنسبة للأشخاص اللي هي أصلا لسه ما رخصتش، لأنها لسه أساسا هتبدأ إنها تفتح نشاط، تعمل إيه؟ بالنسبة للناس اللي هي مقبلة على فتح نشاط عشان تبقى عارفة إجراءات الترخيص، الطبيعي جدا إجراءات الترخيص زي الإجراءات التقليدية العادية، إن يكون ممسكة بسجل تجاري، إن يكون عندها
ضريبة، عندها بطاقة ضريبية، إن هي تبقى طبعا عندها اختار بجهاز مشاريع مصر، الأوراق العادية خالص. طيب بتقدم فيها فين؟ بتقدم على مقرات التراخيص الموجودة على وحدات الجهاز المحلي، يعني الموجودة في مجالس المدينة على مستوى الجمهورية، حوالي 339 مقر، اللي هو المقرات التكنولوجية اللي موجودة